انا بس حضرتك يعني في حاجه اسمها الجيش الحر في سيناء؟ لا مفيش في سيناء جيش حر. الجيش الحر موجود في الجبهه الغربيه. يعني معلش، هل حضرتك قدامك تلفزيون ولا صعب تشوفنا؟ لا انا شايف حضرتك بس طيب. انا موطي التلفزيون يعني. طيب معلش حضرتك توضح لنا برضو، لانه هو موجود في واحده من الصحف المهمه في البلد، جريده التحرير يعني، وزميلتنا زرباب فارس بتقول وكيل المخابرات السابق، ده الصفحه الاولى قدام حضراتكم: الارهابيون يجهزون ما يسمونه الجيش الحر شرق سيناء. لا هو هنا في غلط صغير في الخبر. اتفضل. الجيش الحر ده موجود في المنطقه اللي هي جنوب بنغازي وشمال سرت في الجبهه الغربيه في الجانب الليبي. يعني الجيش الحر في ليبيا. بالظبط كده. تمام. هل هو الجيش الحر اللي بنسمع عنه اللي هو موجود في سوريا؟ حاجه شبيهه بيه. طب هل ده يعني ده خاص بليبيا بس، ولا ده بيمثل خطر علينا وعلى المنطقه؟ انا هقول لحضرتك الموضوع بالراحه. اتفضل يا فندم. احنا عندنا في الشرق يعني في سيناء في مجموعه من التنظيمات، وهي دي اول تنظيمات ظهرت على الساحه. هذه التنظيمات زي ما مكتوب في الخبر حوالي 6 تنظيمات. التنظيمات دي في جزء منها جاي من شرق اوروبا، دول شرق اوروبا السابقه ودول جنوب الاتحاد السوفيتي. تمام. وجزء منها جاي لنا من اليمن، وجاي لنا من باكستان، وجزء جاي من جوه من عند الاخوه الفلسطينيين في قطاع غزه، اللي هي التنظيمات الجهاديه اللي جوه القطاع، اللي طلعت نتيجه لمطارده اسرائيل ليها، طلعت بره وموجوده في منطقه سيناء. التجمع بتاعهم كله موجود في جنوب مدن شيخ زويد، رفح، العريش، وبيمتد بعد كده لحد لما بيوصل لمنطقه جبل الحلال وجبل المغاره. هي يعني دي كله في سيناء يا فندم، موجوده في الشرق، وهي دي المجموعه اللي بيلقى عليها اللوم مع حماس. لا انا بستفسر من حضرتك بس، يعني اللي حضرتك تفضلت بيه انه حضرتك بتقول جنه. جنه ده يعني حاجات وافده علينا، صحيح؟ بالظبط كده. صحيح. وافدت علينا من امتى؟ هل زي ما حضرتك تفضلت من التسعينات، ولا وافده علينا من لا 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 لا، الكلام ده كله من بعد الثوره. بالنسبه للقوات المسلحه، اذا حاولوا ان هم يضربوا القوات المسلحه زي ما بناء الجيش الحر دلوقتي اللي بيتبني دلوقتي، وانا اديت هذه المعلومات بوثائق، وتدريبهم في مصراته، وعندهم 20 عربيه مدرعه، وتم رصدهم وهم داخلين في الجبهه في الصحراء الغربيه. بقول لهم بلاش دي. جيش حر ايه ده؟ جيش غير حر بتاع سوريا؟ هنا في مصر، هنا على في مصر بالوثائق. انا اتكلمت في مصر، انا اتكلمت مصراتة دي في ليبيا. في ليبيا، وطياره بتطلع من هنا حد واربع كل بتشيل 120 واحد من 25 35 سنه وبتمرنوا هناك. وازاي العسكري ده كان هناك؟ انا بس بسال سؤال واحد لسياده الرئيس. ضد مين؟ جيش حر مصري ضد الجيش المصري. ايوه عشان افهم. ايوه يا فندم، بس اديني حاجه واحده. عايز حد يرد عليا ويقول زي ما قال رئيس الوزراء، انا مش انا اللي بقول، رئيس الوزراء السابق جنزوري قال احنا قبضنا على 1,000,000 قطعه سلاح، معناه ان 10 مليون قطعه سلاح اتهربوا جوه. أيوة. مش انا اللي قلت. ده رئيس الوزراء. وهو مسؤول. ولم يناقشه احد، وكان برضه الرئيس مرسي موجود. هسال سؤال ونفسي حد يرد عليا فيه، بقالي سنه بنبح صوتي فيه. مين اللي جاي له هذا السلاح يعلنوه، يقولوا الفصيل مين، ومين اللي واخد السلاح ده ورايح فين وعشان ايه؟ طيب. حد يقول لنا، احنا عارفين بس حد يطلع يقول. مش ممكن اللي بيحصل ده شويه ترهات على خزعبلات غريبه جدا. الموضوع مش تصويت القوات المسلحه، الموضوع ان هم بيقولوا تصديع القوات المسلحه، الهجمه الشرسه الممنهجه على القوات المسلحه من كل فئه من فئاتهم شغاله دلوقتي، بحيث ان هم يدمروا القوات المسلحه عشان يجيبوا الجيش الحر بتاعهم، والميليشيات عشان الشرطه تهدم برضه ويجي ميليشيات من الشرطه، بالذات البناء، حزب البناء والتنميه اللي هم الجماعات الاسلاميه. دوت مساله قريبه. المساله الثانيه واللي اخطر واللي هي تعتبر خيانه عظمى، هو انه هناك اتفاقيه على هدم الجيش المصري وتفكيك الجيش المصري تماما من اجل الا تكون في المنطقه قوه غير اسرائيل. ودوت لو تفتكر حضرتك في سنه 2008 على ما اذكر كان في تصريح لكوندريزا رايس
قالت فيه انه لابد ان تتفرغ الجيوش العربية من قوتها، وذكرت الجيش المصري بانه ينبغي عليه ان يتفرغ لمقاومة الارهاب ولمحاربة الارهاب. في الحقيقة في الوقت دوت ما كانش فيه ارهاب يعني يستاهل ان الجيش المصري يقاومه. يعني في سنة 2008 ما كانش عندنا ارهاب، كان عندنا ارهاب تستطيع الشرطة المصرية مقاومته. لكن لما تيجي تبص حضرتك دلوقتي على الاسلحة اللي موجودة في سيناء وعلى الجيش اللي موجود في سيناء، وانه بيعد بطريقة بحيث ان هو بيتدرب تدريبات عالية جدا جدا بحيث ان هو يستطيع مجابهة الجيش المصري في حالة دخوله معه في حرب، اما ان يقضي على الجيش المصري او يخرج الجيش منتصرا ولكن منهكا بشدة فلا يستطيع مقاومة اسرائيل. يعني حضرتك تتوقع في مواجهة ما بين هؤلاء الجماعات والجيش المصري؟ بلا شك، لكنها بتؤجل. يعني هذه المواجهة تؤجل، أجلت المرة دي في خطف الجنود، وأجلت في المرة السابقة في العملية نسر أو العملية سيناء. أجلت ليه؟ لأنه لو الجيش هاجم دلوقتي هيقدر يقضي عليهم. المطلوب هو تنمية هذه الجماعات وتعظيمها وتكبيرها بحيث تكون جيش قادر على مواجهة الجيش المصري. الأمر الآخر اللي بيخليه هذه الجماعات بالإضافة إلى السلاح المتطور والثقيل الذي تحمله إنه الجماعات دي حافظة سيناء لأنها عايشة فيها وحافظة الجبال، فهيدخل الجيش المصري هيتعامل معاها وهو مش حافظ المكان، فهيكون عندها نقطة تفوق. فاللي بيحصل دلوقتي هو تكريس وتعظيم هذا الجيش عشان يبقى جيش كبير جدا جدا موجود في سيناء، ما يقدرش الجيش المصري يقضي عليه، وحتى لو قدر يقضي عليه يكون تقريبا اتدمر تماما. وإذا احتاج شعب مصر القوات المسلحة المصرية ستكون في أقل من الثانية موجودة في الشارع. بيعملوا ايه بالسلاح ده؟ في بيوتهم بيدافعوا عن انفسهم. بار-بي-جي ده ار-بي-جي وصواريخ مضاده للطيارات. يا سيدي الكناني مضاد للطيارات، انت مش عارف الصواريخ، هذه ليست صواريخ مضاد للطيارات يا استاذ، هذا ار-بي-جي مضاد للدروع مش الطائرات. للدروع والدبابات. لا الدبابات والاعراض مصفحه. الراجل العسكري اللي عندنا اللي هو حمدي قال ده مضاد للدبابات ومش الطائرات، انا بقول لك مضاد للدروع، الدروع يعني ايه؟ الدبابات والمصفحات والكلاشينكوف هذا سلاح شخصي في سيناء يا استاذي. شخصي؟ نعم السلاح ده شخصي؟ نعم في سيناء شخصي. بص اهو بيقول انه عدم التدخل في الانتخابات البرلمانية المقبلة والسماح للقوى الليبرالية بمشاركة الإسلاميين في إدارة البلاد. 2. الحفاظ على استقلالية الجيش في عمله وقراراته. 3. عدم إلغاء كامب ديفيد ووقف مناصرة حماس. وفي حال الرفض، لو رفض الرئيس مرسي تلك الطلبات أو تلك الأمور، في حالة الرفض هيتم وقف أو تقليص المساعدات العسكرية والاقتصادية، دعم إسرائيل لشن ضربة عسكرية استباقية للقاهرة، الوقوف إلى جانب الجيش ومناصرته للوصول إلى السلطة. مع بعض. يعني انا لما اشوف دكتور عصام العريان بيقول لو الجيش المصري انقلب علينا هنستدعي لهم جيوش من بره، يبقى ما كانش بيقول اي كلام، ده كان واعي كويس قوي هو بيقول ايه. لما يكون حماس دي كلها بتقسم بالولاء والجهاد، مش بس ولاء، والجهاد في سبيل جماعه الاخوان المسلمين، اذا عندما يريدون فتح هذه الابواب والحدود لهم ليجاهدوا معهم ضد من يرونهم أعداء لهم أو ضد الجيوش المصرية أو ضد غيره، يعني أيا كان يقدروا يستدعوهم.